بيبدأ الفيلم بالملك مفاسع حاكم أرض العزة، واللي بيكون عامل حفلة تأبين لابنه ولي عهده سيمبا. وبيقدموا القرد العجوز لكل الحيوانات وبيفرحوا بيه جدا وبينحنوا له. وبنشوف سكار عم سيمبا وبيكون متضايق جدا لأن مفاسع أخوه خلف ولي العهد واللي هيكون الملك المستقبلي. وبيجيله الطائر زازو مساعد الملك مفاسع وبيقوله إن الملك جايله دلوقتي والأحسن ليه إنه يدور على عذر يقوله له ويبرر له عدم حضوره للحفلة. وبيعرفوا إن الملك هيتجنن من أفعاله. ولما بيجي الملك وبيسأله عن عدم حضوره للحفلة بيكتب عليه وبيقوله إنه نسيها وبيسيبه وبيمشي. وتاني يوم بياخد مفاس سيمبا وبيعرفه حدود مملكتهم واللي هتكون مملكته في المستقبل. وبيقوله إن كل حاجة تحت الشمس هتبقى تبع مملكتهم. ولما بيسأله سيمبا عن المكان الضلمة اللي في الناحية الشمالية فبيقوله ده مكان خطر جدا وخارج حدودهم وبيحذروا إنه يروح هناك. وبيجي زازو وبيبلغوا إن الضباع دخلوا أرض العزة فبيجري عليهم وبيقول لزازو يروح سيمبا. وبيروح سيمبا لعمه سكار وبيقول له إنه هيبقى ملك على أرض العزة وباباه لسه موريله المملكة اللي هيحكمها كلها ومتخيل إن عمه هيفرح له. لكن طبعا بيكون متضايق جدا لأن في الحالة دي عمره ما هيكون ملك الغابة وهيبقى مجرد كمالة عدد. وبيفكر إنه يخلص منه وبيقول له على المكان الضلمة اللي بيكون مقبرة للأفيال لأنه عارف ومتأكد إن باباه عمره ما هيقول له عليه. وبيحذره إنه يروح هناك لأنه مكان خطير جدا وما بيروحوش غير الشجعان. وبينبه عليه بإنه يخلي الكلام ده سر بينهم. وبيبقى متأكد إن سيمبا بعد ما هيسمع الكلام ده منه هيبقى عنده فضول بإنه يروح المكان ده ويشوفه وبكده يبقى وصل لهدفه وخلص منه. ولما بيسمع الكلام ده من عمه بيجري على صاحبته نالا وبيقول لها هيوريها مكان حلو قوي. وبيستأذن من مامتها ومن مامته لكن مامته بتشرط عليه إنه ياخد زازو معاه وبياخدوه هو متضايق عشان مش عايز يعرفوا المكان اللي هم رايحينه. وبيقول لنالا بصوت واطي عشان زازو ما يسمعهمش إن هم رايحين مقبرة الأفيال. وبيشوفهم زازو هما بيتوشوشوا وبيقول لهم إن هم لاقين على بعض ومنورين الغابة ويا فرحة أهلهم بيهم لما يتجوزوا. فبيستغربوا كلامه وبيقول له سيمبا إنها صاحبته وما يقدرش يتجوزها. فبيفهمهم زازو وبيقول لهم إن هما ملهمش اختيار لأنه دي تقاليدهم من زمان. فبيرد عليه سيمبا وبيقول له إن دي أول حاجة هيلغيها أول ما يمسك الحكم. وبيفضلوا يغنوا ويرقصوا هما ماشيين. وبيقع وحيد القرن على زازو وبيخلصوا منه عشان ما يروحش معاهم مقبرة الأفيال. لكن لما بيوصلوا بيلاقوه هناك وبيحذرهم لأن المكان هنا خطير جدا ويخوف. فسيمبا بينفخ نفسه كده وبيقوله إنه ما بيخافش وإنه بيضحك في وش المخاطر. لكن بمجرد ما بيسمع صوت الضباع بيخاف وبيترعب. وبتجيلهم الضباع وبيعرفوا سيمبا بيبقوا عايزين ياكلوهم لكن بيجروا منهم وبيهربوا. وبيجروا وراهم وبيمسكوا زازو وبيبقوا عايزين ياكلوه لكن بيقدر يهرب منهم. وبيرجعوا يجروا ورا سيمبا ونالا وبيدخلوا كهف وبيدخلوا وراهم ولسه هيمسكوهم. فبيجي مفاسا في الوقت المناسب وبينقذهم. وبيتعصب على الضباع بيحذرهم ان هم يقربوا من ابنه تاني وبيخافوا منه وبيجروا. وبيتأسف سيمبا لباباه لكن ما بيقبلش أسفه لأنه اتعمد يعصى أوامره. وبيكون سكار واقف وبيراقبهم وشايف كل اللي حصل. وبيأمر مفاسا زازو إنه يوصل نالا لبيتها. وبيتعصب على سيمبا وبيقوله إنه خيب أمله فيه لأنه عصى أوامره وعرض نفسه ونالا للخطر وإنه كان ممكن يروح فيها. لكن سيمبا بيقوله إنه كان بيحاول يبقى شجاع زيه. فبيفهمه باباه هو بيبقى شجاع لما بتحكمه الظروف والشجاعة مش إنه يدور على المشاكل. فبيتأسف له سيمبا وبيسامحه باباه وبيفضلوا يهزروا مع بعض. وبيطلب من باباه إنه يبص للنجوم ويتخيل إن كل ملوك الماضي العظام بيبصوا عليهم من النجوم دي. وفي أي وقت يحس بالوحدة يفتكر إن الملوك العظام هناك دايما عشان يساعدوه. ونرجع للضباع اللي بتكون متضايقة من الأسود ولولا الأسود كانوا خدوا راحتهم في المنطقة وخصوصا مفاسا اللي بيترعبوا منه. وبيجي لهم سكار وبيقول لهم إن أكيد مش كل الأسود وحشين. فبيتخضوا وبيقولوا له إن هم افتكروه حد مهم زي مفاسا مثلا. وبيفضلوا يقولوا مفاسا ويضحكوا يعني بشكل هبل جدا. وهنا بيجي دور أشهر جملة في لاين كينج: أنا محاط بشلة متخلفة بصوت عبد الرحمن أبو زهرة. وهنا الضباع بتقصف جبهة سكار وبتقول له إن هو واحد منهم يعني من الشلة المتخلفة دي. ولما بيسألوه جاب لهم معاه حاجة تتاكل فبيقول لهم محدش فيكم يستاهل حتة اللحمة دي وبيديها لهم لأنه بعت لهم مقصدين هدية ومحدش فيهم قام بالواجب معاهم. وبيطلب منهم إن هم يقتلوا مفاسا وساعتها هيكون ملك الغابة وقائدهم. وبيوعدهم إن هو هيخلصهم من الجوع نهائيا وهيفرش لهم المستقبل لحمة. وبيفرحوا جدا وبيفضلوا يهتفوا باسمه. وبيروح ينفذ خطته وبياخد سيمبا وبيوديه المكان وبيقول له يخليه مستني هنا عشان بابا محضر له مفاجأة ما حصلتش وهيروح يجيبها له. وبيسيبه وبيمشي وبيكون في قطيع من البقر الوحشي واقف فوق الجبل والضباع واقفة مستخبية مستنية إشارة من سكار. وبمجرد ما بيديهم الإشارة بيهجموا على القطيع وبيخاف وبيجري. وبيشوفهم سيمبا في مشهد مرعب جدا وبيخاف منهم وبيفضل يجري. وبيروح سكار لمفاسا وبيقول له إن القطيع في الممر
وسيمبا هناك وبيجري مفاسة عشان يلحقه. وبيكون سيمبا لسه عمال يجري في وسط القطيع وبينط على فرع شجرة وبيمسك فيه وبيشوفه مفاسة وبيجري عليه. ولما حاول زازو يروح يطلب المساعدة بيضربه سكار وبيوقعه على الأرض. وبيجري مفاسة في وسط القطيع وبيتكسر فرع الشجرة بسيمبا وبيلحقه مفاسة وبينقذه قبل ما يقع على الأرض وبيطلعه على الجبل في الأمان. وهو القطيع بياخده لكن بيعرف ينقذ نفسه وبيطلع على الجبل وبيطلب من سكار انه ينقذه، لكن طبعا ما بينقذوش وبيرميه للقطيع وبيموت. وبيشوفه سيمبا وهو بيقع وبيجري عليه وبيشوفه وبيطلب منه انه يقوم وبيفضل يعيط وبينام في حضنه. وبيجري سكار وبيقول له ايه اللي عمله ده، فبيحكي له سيمبا وبيقول له ان كان في بقر وحشي وباباه حاول ينقذه وانها كانت حادثه وما كانش قصده. فبيقول له سكار هو عارف ان ما كانش قصده، لكن كده ملك الغابه مات ولو ما كانش هو السبب كان فضل عايش ومامته هتقول عليه ايه دلوقتي. وبينصحه انه يهرب لمكان بعيد وما يرجعش تاني خالص. وبيخاف سيمبا وبيهرب فعلا وبتيجي الضباع وبيأمرهم ان هم يقتلوه وبيجروا وراه فعلا. وبيشوفهم سيمبا وبيخاف منهم وبيجري وبيدخل منطقة كلها شوك وبيخافوا الضباع يخشوا وراه وبيشوفوه وبيقولوا له لو رجع هيخلصوا عليه. وبيروح سكار وبيبلغ الأسود بخبر وفاة مفاسة وسيمبا وبيزعلوا جدا وبيفضلوا يعيطوا. وبيقول لهم برغم كل الهموم هيقبل يبقى مكان مفاسة، وبرغم كل الأحزان لازم يبدأوا عهد جديد تعيش فيه الأسود مع الضباع. وبتروح لهم الضباع فعلا وبيكون القرد العجوز شايفهم وزعلان من اللي بيحصل. وتاني يوم بيكون سيمبا مغمى عليه وبتروح له الطيور وبتبقى عايزة تاكله، لكن بيشوفوه اتنين صحاب تيمون وبومبا وبينقذوه منهم. ولما بيشوفوا تيمون وبيعرف انه اسد بيخاف منه، لكن بومبا بيهديه لانه اسد صغير ووحداني وبيطلب منه انه يخلوه معاهم. لكن تيمون ما بيرضاش لانه اسد ممكن ياكلهم في اي وقت، لكن بومبا بيقول له ممكن ينفعهم وبيقتنع تيمون بكلامه وبيوافق وبياخدوه وبيمشوا. ولما بيفوق بيعرفوا ان هم اللي انقذوه فبيشكرهم وبيحسوا انه مكتئب وبيسألوه هو منين، فما بيرضاش يقول لهم وبيعرفهم انه ما يقدرش يرجع وبيحبش يجيب السيرة دي. فبيفهموا ان عامل عاملة، فبيقولوا له في حالتك دي لازم يرمي الماضي ورا ظهره عشان خلاص اللي حصل حصل وما يقدرش يغيره. وبيقول له حكمة ان لما الدنيا تديك ظهرها ادي ظهرك للدنيا. وبيعرفوا شعارهم اللي هم ماشيين بيه وهو هكونا مطاطا يعني اشتري دماغك. وبيفضلوا يغنوا مع بعض هكونا مطاطا حكمة نغمها لذيذ وباقي الاغنيه اللي انتوا عارفينها دي عشان يطلعوه من حالة الحزن اللي هو فيها. وبعد كده بياخدوه للمكان اللي هم عايشين فيه وبيحسوا بالجوع، لكن للأسف ما بيكونش فيه أكل اللي متعود عليه سيمبا. فتيمون بيقول له طالما ناوي يعيش معاهم يبقى لازم يتعود ياكل من أكلهم وبياكلوا وبيعجبه. ومع مرور الوقت بيكبر سيمبا. ونرجع للضباع اللي بتروح لسكار وبتقول له إنه مفيش لا أكل ولا مية، فبيقول لهم هو ملوش دعوة لأنه الصيد هي شغلة حريم الأسود. وبيتضايقوا الضباع منه لأنه وعده ليهم كان غير كده، فبيتعصب عليهم وبيطردهم. وسيمبا بيكون سهران مع صحابه وبيتفرجوا على السما وبيسألوه عن النجوم الموجودة في السما، فبيقول لهم زي ما باباه ما قاله عليهم بأنهم ملوك الماضي العظام بيبصوا عليهم من النجوم دي، فبيضحكوا عليه وما بيصدقوهوش. وتاني يوم بيعرف القرد العجوز ان سيمبا لسه عايش وبيفرح ومبيبقاش مصدق نفسه. وبنشوف تيمون وبومبا وهم عمالين يغنوا وبومبا بيشوف حشرة وبيمشي وراها، لكن بيتفاجئ بأسد بيهجم عليه وبيبقى عايز ياكله. وبيسمعوا تيمون وبيروح له ولما حاول ينقذه معرفش، وبيجيلهم سيمبا في الوقت المناسب وبينقذهم. وفي وسط الخناقة بيعرف سيمبا انها نالا صاحبته وبيفرحوا جدا ان هما شافوا بعض تاني. وبيعرفها بتيمون وبومبا وبتقوله نالا ان الدنيا هتتقلب لما الكل يعرف انه لسه عايش وخصوصا مامته، لان سكار عرفهم بحكاية القطيع وقال لهم انه مات. وبتقوله طالما هو لسه عايش يبقى لازم يرجع لان هو الملك، لكن ما بيرضاش لانه مش عايز حد يعرف انه عايش ولا عايز يكون ملك. وبتقوله ان هو وحشها جدا وبيفضلوا يلعبوا يهزروا مع بعض زي زمان. وتيمون وبومبا بيفضلوا يعيطوا عشان سيمبا لقى صاحبته اللي هينشغل بيها عنهم وهيبقى ملهمش عوزة. ونالا بتبقى عايزة تعرف منه ليه مرجعش أرض العزة طالما هو عايش، وخصوصا انه الملك، فبيعرفه انه كان عايز يعتمد على نفسه ويعيش حياته وهو مش ملك ولا حاجة، والملك هو سكار. فبتعرفه ان سكار سمح للضباع ان هم يستولوا على ارضهم وبقت كلها خرابة وما فيهاش لا اكل ولا مية، وانه لازم يتصرف بسرعة قبل ما تحصل مجاعة لانه املهم الوحيد. لكن هو ما بيكونش عايز يرجع ومكبر دماغه وبيسيبها وبيمشي وبيفضل يكلم نفسه لانه شايف انه السبب في اللي حصل وانها كانت غلطته، ورجوعه مش هيغير اي حاجة ولا هيغير الماضي. وبيروح للقرد العجوز وبيتضايق منه سيمبا لانه ماشي وراه وهو ما يعرفوش، لكن القرد بيقوله انه عارفه كويس وعارف انه ابنه مفاسة كمان، فبيستغرب سيمبا انه يعرفه ويعرف باباه، لكن بيقوله ان بابا مات. لكن القرد بيقوله انه ما ماتش ولسه عايش وبياخده عشان يشوفه وبيخليه يجري وراه.
ولما بيوصلوا بيخليه يبص في المية وبيشوف نفسه وبيقوله ده مش باباه، تخيله هو. لكن القرد بيقوله ان باباه عايش جواه، وبيتخيل باباه بيكلمه وبيقوله انه نسيه ونسي هو مين، ولازم يسترد ارضه ولازم يسترد مكانته في دايرة الحياة لانه الملك الحقيقي. وبيقرر يرجع، وبتروح نالا تسأل تيمون وبومبا عنه لكن ما بيكونوش عارفين مكانه. لكن القرد العجوز اللي بيكون هناك بيقول لها انه رجع لارض العزة، فبتفرح وبتقول لهم سيمبا رجع عشان يحارب عمه سكار ويرجع ملكه. وبيرجع فعلا سيمبا وبيشوف مملكته وبيزعل عليها، وبتروح لنالا وبيقول لها انه رجع عشان يحمي مملكته. وبيروح لتيمون وبومبا عشان يبقوا جنبه ويساعدوه. ولما حاولوا يدخلوا مملكتهم لقوا الضباع قاعدين، فتيمون بيتحزم وبيرقص لهم عشان يشغلهم، وفعلا بيجروا وراهم. وبيتسحب سيمبا ونالا وبيدخلوا، وسيمبا بيقول لنالا انها تروح لمامته وتخليها تجمع صحابها، وهو هيروح يدور على سكار. وبيشوفه وهو بينادي على مامته، ولما بتروح له بيقول لها فرقة الصيد بتاعتها مش شايفة شغلها كويس، فبتعرفه انه مفيش اكل عشان القطان هربت، وان هما لازم يسيبوا ارض العزة عشان بالشكل ده كلهم هيموتوا. فسكار ما بيرضاش وبيضربها. وبيشوفوا سيمبا وبيتعصب وبيجري عليها، وبيشوفوا سكار وبيفتكر مفاسا وبيخاف منه. وبتشوفوا مامته ومبتبقاش مصدقه انه عايش وبيحضنها. ولما بيعرف سكار انه سيمبا بيندهش انه لسه عايش، وبيتعصب عليه سيمبا وبيقوله مسؤوليته انتهت وبيطلب منه انه يتنازل. لكن سكار ما بيرضاش وبيقوله الضباع بيعتبروه الحاكم بتاعهم. لكن نالا بترد عليه وبتقوله هما ما بيعتبروهوش الحاكم بتاعهم لانه حق سيمبا دلوقتي. فسيمبا بيسيب له الاختيار وبيقوله يا اما يتنازل او يحارب. فسكار بيكشف سر هروب سيمبا وبيقوله يقول لهم مين المسؤول عن موت مفاسا. فبيضطر سيمبا يقول لهم ان هو المسؤول عن موت مفاسا، وبيعرفهم انها كانت حادثه. فبيندهش كل الموجودين وبيقول لسكار انه قاتل، ولولا كان زمان مفاسا لسه عايش. وبيقع سيمبا من على الجبل لكن بيمسك فيه وبيعترف له سكار ان هو اللي قتل مفاسا. فبيهجم عليه سيمبا وبيقول له يقول لهم الحقيقه، وبيقول لهم فعلا ان هو اللي قتل مفاسا. فبيهجموا الضباع على سيمبا والاسود بتهجم عليهم عشان ينقذوا سيمبا. وبيجي تيمون وبومبا والقرد العجوز وبيساعدوهم، وبتبقى معركه وبيتهم سيمبا سكار بقتل باباه وبيبقى عايز يقتله. فبيخاف منه سكار وبيقول له ان الضباع هم اعدائه الحقيقيين وانها كانت فكرتهم. وبيكونوا الضباع واقفين وسامعينه وبيتضايقوا منه، لكن سيمبا ما بيصدقوش وبيرجع في كلامه ومبيرضاش يقتله، وبيطلب منه انه يهرب وما يرجعش هنا تاني. فبيرمي سكار بالنار في وشه وبيهاجم عليه، وبيفضلوا يتخانقوا في معركة مرعبة جدا. وفي آخرها سكار بيضرب سيمبا وبيوقعه، ولسه هيهجم عليه بيرمي سيمبا من فوق الجبل وبيقع على الأرض. وبتهجم عليه الضباع اللي بتكون متضايقة منه بعد الكلام اللي قاله عليهم، وبياكلوه وبيموت سكار. وبيحضن سيمبا مامته نالا وبيسلم على القرد العجوز. وأخيرا سيمبا بيكون ملك أرض العزة والحيوانات كلها بتفرح بيه، وبترجع أرض العزة زي الأول، وبيتجوز سيمبا ونالا وبيخلف ولي عهد جديد. وكده بيكون الجزء الأول من الفيلم خلص. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنوني في الجزء التاني.